عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتونا كتير. يا رب تكونوا بخير، يا رب يجعلوا رمضان خير عليكم يا رب، وعيد خير عليكم ان شاء الله. انا جوزي جايب لي سمنة وانا اول مرة اعملها بصراحة، هسيحوها سوا مع بعض، ولو حد عملها يقول لي ايه رأيه ويقول لي كده صح ولا غلط. اهو انا هبتدي احطها في الحلة وقالوا لي حطي عليها معلقة ملح، فهعمل شبه ما هما قالوا لي وهشوف، وقالوا لي هدي عليها النار، هعمل كده بالظبط وهنشوفوا ايه اللي هيحصل. اهو ببتدي ان انا اطلعها من الكياس. انا كنت حطاها في الفريزر عشان تطلع من الكياس تبقى سهله ان هي تطلع، ما تبقاش ماسكه في الكيس، تبقى سايحه يعني في الكيس. اهو انا كده اهو خلاص بطلعها اهو. بص لما بتبقى في الفريزر بتطلع حلوه من الكيس، لكن لما تكون من تحت ما بتطلعش حلوه من الكيس، بتبقى طالع اكترها جوه الكيس. خلصت كده بقى هاخدها واحطها على النار عشان نعمله الاكل بقى. النهارده بقى هنعمله صينيه اهو، ايه رايكم؟ حطيتها بقى على النار، هروح اعمل بقى صينيه بطاطس باللحمه. انا طبعا بحب البطاطس الصغيره في الصينيه علشان العيال بيمسكوها وياكلوها كده، فما بحبهاش تبقى كبيره عشان ما يقعدوش يقطعوا منها ويرموها. اهو ايه رايكم؟ اشتركوا بقى في القناة وتفاعلوا معانا ووصلونا ل1000 مشترك عشان يوصل لكم كل جديد، يا احلى ناس في الدنيا دي كلها. اهو ايه رأيكم بقى؟ قولولي بقى كده صح ولا غلط السمنة عشان انا مش عارفة. انا مش عارفة، انا حطاها ويبقى زي ما تكون. وكده خلصت بقى البطاطس وهبتدي ان انا اقطعها اهو، بقطعها بقى كده عشان اخلص واحطها في الصينية عشان الحق الفطار. انتوا عارفين وقت رمضان بقى بيبقى ضيق، كل سنة وانتوا طيبين. بحيث ان احنا بنصحى من النوم نقعد نلف حوالين نفسينا لحد الفطور. اهو كده خلصت، حطيتها في الصينيه وبقطع عليها بصل، وهجيب اللحمه احطها. جبت اللحمه، هبتدي ان انا احط اللحمه من تحت عشان تستوى حلو، وفي نفس الوقت على الوش بتنشف، ما بحبهاش ناشفه على الوش، فببتدي ان انا احطها ايه من تحت البطاطس. واجيب الصلصه بقى احطها. انا كمان ما بحبش الصلصه تبقى خفيفه، بحبها تبقى تقيله عشان انا ما بحبش يبقى فيها صلصه تبقى صيصه كده، لا بحبها ايه ان هي الصلصه تشرب يعني، تبقى ناشفه. اهو كده خلاص خلصت. هحط بقى البهارات بتاعتي، الملح والفلفل الاسمر والبهارات. هبتدي بقى ان انا احطها ايه في الفرن، وابتدي بقى ان انا اعمل ايه بقيه الحاجات. ولع الفرن بقى وهاخدها واحطها في الفرن. النهارده بقى هعمل لهم عصير فراولة. طلعت الفراولة من التلاجة، هبتدي اقطعها واحطها في الخلاط. وبحب احط على العصير الفراولة بنجر. ايه رأيكم بقى السمنة؟ مش عارفة صح كده ولا غلط ولا ايه اللي بيحصل. هي بتهيالي كده خلاص ولا ايه؟ انا طفيت عليها بقى، اسيبها تهدى ونشوفه. وكده عملت خلاص عصير الفراولة. هي كده خلاص السمنة هديت، هبتدي ان انا اصفيها في البرطمان، احطها في البرطمان بتاعها. حاسه هنا فيها مرطة، ببتدي ان انا اشيلها بالمعلقة اهو. اللي عملها بقى يقول لي كده صح ولا في حاجة غلط انا عاملاها ولا ايه. كده خلاص خلصت. فاضل حبة احطهم في البرطمان صغنن، لسه في حبة في الحلة قلت ازود بيهم البرطمان دوت. كده خلاص خلصت. هي طلعت حتة مرتة صغيرة. لقيت عندي بقى برتقانتين، قلت اعملهم كمان عصير. انتوا عارفين رمضان بيحب العصير كتير، الواحد بيفطر ويبقى عايز يقعد طول ما هو قاعد يشرب يشرب يشرب. ابتديت بقى ان انا ايه اقطعهم واعملهم عصير. قلت ابتدي اعمل الرز عشان الوقت خلص، وبعد كده ابقى اضرب العصير البرتقال. بعمل بقى الرز، هحط فيه اللحمه
واحط عليه اللبن واحطه برضو في الفرن مع صينية البطاطس عشان يلحق ان هو يستوى. كده انا خلصت بقى الرز، هاخده بقى واحطه في الفرن. وهنا جوزي جه وجاب برتقان تاني، قلت بقى اكمل على البرتقانتين اللي انا عملتهم اهو. ابتدي ان انا اكمل تقشير برتقان، وان انا احط بقى في الخلاط تاني عليهم على اللي انا كنت مقشرهم. وسلقت جزر احطه عليه. خلصت كده، هجيب بقى الجزر واحطه عليه. وساعات بحط عليه بنجر برضو بيبقى حلو على فكرة. كده خلصت، اضربه بقى في الخلاط. كده انا خلصت بقى وحطيته في البرطمان، وهبتدي بقى ان انا اغسل بقى المواعين اللي احطه بقى في التلاجة وارجع اغسل المواعين. وعملت طبق السلطة كمان عشان احنا بنحبه سلطة جنب الاكل في رمضان، اي اكل بعمل جنبيه سلطة. وطبق المخلل طبعا ده حماتي عاملاه، عمايل حماتي دوت. وهو العصير كده خلاص المغرب هيأذن، ابتديت ان انا اصب العصير والاكل استوى. ايه رأيكم بقى؟ قولولي ايه رأيكم. البطاطس استوت وحطيتها في الطبق، والرز استوى. قولولي ايه رأيكم بقى في فطارنا النهارده، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.